عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتنجح بسرعة وناس تانية بتفضل مكانها؟ الفرق مش في الموهبة، الفرق في العادات اليومية اللي بتتكرر معاك كل يوم. لازم تعرف يا صديقي إن الحياة مش بتتغير بضغطة زر، لكن بتتغير بخطوات صغيرة بتتكرر باستمرار، والعادات دي هي اللي بتبني شخصيتك، وهي برضو اللي بتوصلك للنجاح. ابدأ بعادة صغيرة، مش لازم تبدأ بحاجة كبيرة. لو عايز تقرأ ابدأ مثلا بصفحتين في اليوم، ولو عايز تتمرن ابدأ ب10 دقايق بس. السر إنك تستمر واربط العادة بحاجة ثابتة في يومك. يعني مثلا كل يوم في صلاة الفجر هقرأ 5 دقايق، أو بعد ما هرجع من الشغل هتمرن نص ساعة. الربط ده بقى بيخلي العادة ثابتة وسهلة. لازم تكافئ نفسك لما تلتزم بعادة جديدة. كافئ نفسك ولو بحاجة صغيرة. المكافأة دي هتخلي دماغك يربط العادة بالإيجابية، وكمان هتشجعك تكمل. ما تستسلمش لو وقعت، كلنا بنقع ونكسل يوم أو يومين. المهم بقى إنك تقوم وتكمل من غير ما تلوم نفسك. النجاح مش إنك ما تغلطش، النجاح زي ما قلنا برضو قبل كده هو إنك ما تستسلمش. يبقى العادات اليومية هي الطريق للنجاح الحقيقي. ابدأ صغير وما تستسلمش، وربنا عز وجل هيبارك في خطواتك. واسأل نفسك دلوقتي إيه هي أول عادة ممكن تبدأ بيها النهاردة، ولو في حاجة حابب نتكلم عنها اكتب لنا في التعليقات. وبس كده، نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.